مرحبا، يسعد لي اوقاتكم يا رب. ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم بهيدا الطبق التركي المشهور المعروف في تركيا اللي هي المانتي التركية. يلا مع بعض لنتعرف على المانتي والمحتويات وطريقة تحضيرها مع بعض. عندي هون 4 أكواب من الدقيق الطحين، راح ضفلن معلقة طعام من الملح. وعندي هون بدي ضفلن مي تدريجيا حسب الحاجة. لل4 أكواب طحين ضفتلن 2 كوب من المي، أكتر أقل حسب نوعية الطحين عندكن. لازم يكون قوام العجينة عنا سميك، ما لازم يكون طري، لازم يكون عنا العجين سميك، قوام متماسك وسميك. راح نعجن لمدة 5 دقايق لا تتماسك معنا العجينة. القوام لازم يكون عنا هيك بهالشكل، هيدا سميك وقاسي. مثل ما شايفين عندي القوام هيدا هو المطلوب. من بعد ما عجنت العجينة راح غطيها بالنايلو واتركها لترتاح لبين ما نحضر الحشوة تاعت العجينة. عندي هون للحشوة 300 غرام من اللحم المفروم الناعم، عندي معلقة صغيرة من دبس الفليفلة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البهار. وعندي هون بصلة وسط فرمتها قطع صغيرة. راح اضيفهم كلهم مع بعض مع رشة ملح حسب الرغبة، واخلطهم كتير منيح. طبعا هيدي المانتي معروفة بتركيا ومشهورة كتير، أكلة شعبية وطيبة كتير كتير كتير. إن شاء الله إذا جربتوها رح تحبوها كتير. هلأ عندي هون العجينة من بعد ما ريحتها مدة 5 دقايق، رح قطعها لنصين متساويين. رح احتفظ بالنص التاني بنايلو مشان ما تنشف عنا العجينة. راح نبلش بأول نص من العجينة، راح نعملها على شكل كرة وراح نبلش نفتحها. بدنا نرش طحين ونبلش نفتحها. راح نمد العجينة، ما بدنا نرققها كتير ولا بدنا اياها سميكة. نحنا وعم نمد كل شوي منرش رشة من الطحين ليسهل علينا فتح العجينة. هلأ هون شوي صعب فتحها لأنه العجينة سميكة عنا، وضروري إنها تكون سميكة لهيدي الوصفة لليوم. طبعا هيدي الوصفة فيها جميع العناصر الغذائية، وصفة متكاملة وكتير طيبة، وهالأكلة شتوية. هلأ بعض المناطق التركية، بعض الدول بتركيا بيعملوا لها صوص اللبن، بس أنا اليوم رح أعملكن إياها على شكل شوربة. رح أعمل لها صوص بدبس الفليفلة. تابعوني لآخر الفيديو لتتعرفوا على طريقة تحضيرها خطوة بخطوة. أكل كتير صحية وكتير مغذية.
راح نضل نمدها ونفتحها لتصير عنا بهيدا الحجم مثل ما راح تشوفوا عندي هلأ، لا سميكة ولا رقيقة، وسط. هلأ بواسطة السكينة بدي أقطعها لمربعات صغيرة. طبعا مثل ما واضح عليكم راح قصهم بهالشكل هيدا، والعجينة لا سميكة ولا رقيقة. هلأ العجينة التانية محتفظة فيها من بعد ما نخلص شغلنا بهيدي العجينة، راح نتبع نفس الخطوات بالعجينة التانية لتنتهي عندي المكونات كلها. هلأ راح وزع اللحمة على مربعات العجين عندي. طبعا هيدي الأكلة بالحارات الشعبية بتركيا بيتجمعوا كلياتهم وبيعملوها. بيتجمعوا الجيران والأقارب على عملها لهيدي المانتي، لأنه بتحتاج لشغل ووقت إذا كنا عاملين كميات كبيرة لمناسبات، أو إذا كنا بدنا نفرزهم بالتلاجة بإمكانكم تحتفظوا فيها بالتلاجة هيدي الأكلة، وأيمتى ما بدكم بتطلعوها من الفريزر وتطبخوها. طبعا أنا رح سكرهم بهالشكل هيدا. بدي ضم الأربع أطراف على بعض مثل ما شايفين، كتير سهلة وبسيطة. عندي هون صينية رشيت عليها طحين وعم حطهم بقلبها. هلا أنا عندي كمية العجينة يلي عملتها وكمية اللحمة بتعملي طبخة كبيرة، يعني بتكفي عائلة كبيرة. وإذا كانت عائلتك صغيرة فيكي تقسميها على نصين الطبخة، فيكي تفرزي نصها وتطبخي نصها. هلأ تقريبا خلصت أول عجينة سكرتها. هلأ كل ما ساوي شوي بدي رش، كل ما احس ان العجينة نشفت بدي رش رشة طحين عليهم مشان ما يلزقوا على بعض. عندي هون الكمية هيدي هي كلها من العجينتين. هلأ عندي 300 غرام من الحمص المسلوق مسبقا. هلأ طريقة طبخة، عندي هون بصلة صغيرة فرمتها ناعم، بدي اقليها بالزيت مع معلقة دبس فليفلة. هلأ بالطنجرة حطيت المانتي وحطيت الحمص عمي سخنة مغلية قبل بوقت. بدنا نغلي المي ونسقطهم بقلبها ونسلقهم. نحنا بهالوقت هيدا منكون عم نحضر الصوص تبعها. هلأ الصوص بيحتوي على بصلة صغيرة مثل ما سبق وقلت، ومعلقة دبس فليفلة، معلقة طعام كبيرة مليانة،
دبس فليفلة ورشة من النعنع، وعندي هون راس توم مدقوق حطيتله قدر نص كوب مي، نص كوب شاي من المي. من بعد ما قليت البصل مع الدبس الفليفلة حطيتهم فوقهم. هلا رح اتركهم يغلوا شوي. رح اتركهم يغلوا مدة دقيقتين او 3 دقايق. بعد هيك عندي هون مثل ما شايفين بس تطوش العجينة على وجه المي، المانتي بس تطوش على وجه المي بتكون عندي استوت. هلا هون بدي احط الصلصة. بعد ما احط الصلصة رح اتركهم يغلوا مع بعض لمدة 10 دقايق، وبعد 10 دقايق بدي اطفي تحتها واتركهم ليبردوا شوي قبل التقديم. بنصح ما تقدموها دغري لانه رح تلدع اللسان، كتير سخنة بتكون اول ما نطفي عليها. هلا قبل بدنا نحط معلقتين كبار طعام من دبس الرمان، ورشة من الفلفل، ورشة من الملح حسب الرغبة، ومنغطيها. وهيك بيكون عنا المانتي، شوربة المانتي صارت جاهزة. وألف صحة وهنا يا رب. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتفعلوا جرس الإشعارات ليوصلكم كل جديد بنزله إن شاء الله. بالفيديو القادم بشوفكم وباي باي.